ازاي 250 شخص ممكن يغيروا حياته؟ شخص راح يعزي والدة احد اصدقائه، كانوا بيوزعوا بطاقات فيها اسم المتوفاه، بس كان عاوز يعرف هو ازاي عرف عدد البطاقات اللي لازم يطبعها. فراح سأله، قال له دي مسألة خبرة، يا دوبك بس بشوف الدفتر اللي الناس بتمضي فيه وبعدهم. وبعد فترة عرفت ان المتوسط 250 شخص. بعدها بفترة راح فرح مع مراته وقابل صاحب المكان اللي بيتقدم فيه الأكل، سأله عن متوسط الضيوف، قال له متوسطهم 250 للعريس و250 للعروس. معناه ايه الكلام ده يعني؟ ده معناه إن كل فرد عارف 250 شخص في حياته مهمين لدرجة إن هم راحوا الفرح وبيحضروا العزاء. وده معناه إن لو قابلت 50 شخص وفي شخصين بس ما عجبهمش أي حاجة مهما كانت، ففي آخر السنة هيبقى في 5000 شخص هيتأثروا بالشخصين دول. بمعنى أدق، لو أنت بتتعامل مع شخص هيبقى في 250 شخص بيتأثروا بيه. فلو أنت المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها عجبت الشخص ده، فهيأثر على 250 بالنفع ليك، ولو ما عجبهوش يبقى هيأثر على 250 بالضرر ليك. دي كانت قاعدة ال 250 لجيرارد من كتاب كيف تبيع أي شيء لأي شخص.